تعالوا نعمل حمام بنفس الشكل من غير ما تسلقي ولا تحمري في السمنة. هتجهزي الحمام اللي انت عايزة تحشيه، وتجهزي كمان الحشوة بتاعتك، شوية فريك كده متبلاهم ببصل على النار، وتقومي تحشي الحمام بالفريك. وانت بتحشي هتحطي الكبد والقوانص بتاعت الحمام في نص الحشوة، وتكملي باقي الحشوة من الناحيتين، ناحية البطن وناحية الصدر من ناحية الرقبة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هتقفلي الحمام كويس، هتدخلي رجل في الفتحة والرجل التانية ما تدخلوهاش في الفتحة، هتدخلوها تحت الرجل الأولانية. بعد كده هتدهنوا الحمام بالسمنة من كل ناحية، وكمان هتدهنوه بصلصة عشان يديله لون تحفة برضو من كل ناحية. هتجيبوا بقى كيس الشوي اللي بيتحط في الفرن وهتحطي فيه الحمام، وتقومي تقفلي الكيس بالسلكة اللي بتبقى موجودة مع كيس الشوي زي ما انتوا شايفينها اهو. حتة السلكة بتبقى زي شكل ورقة، بتلفوها كويس على كيس الشوي وتحطوها في صينية، وتجيبوا السكينة تخرموا الكيس قبل ما تدخلوه الفرن عشان يطلع كل البخار. وده شكله بعد ما بيطلع من الفرن، تحفة جدا بجد، طعمه خطير.